ومن الأمور المكفرة اتباع عوائد الكفار والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم. تمام؟ هو ذكر ان دي ايه من الأمور المكفرة، إلى أن قال ومن جملتها أي تلك القوانين الحكم في القضايا النازلة بين الخلق بغير ما حكم فيها الملك الحق سبحانه وتعالى، بل بضوابط عقلية وسياسات كفرية وآراء فكرية لم يأتي بها شرع ولا دين ولا نزل بها ملك من ملائكة إله العالمين، وإنما هي أحكام مختلفة وفقهم فيها من ضعفت عنه الإيمان ممن استذله وأغواه الشيطان، حاولوا بها تبديل الشرع المطاع وترويج كفرهم وشركهم وكلمتهم، والكتاب والسنة مملوءان بالتحذير من هذا والتنفير عنه والوعيد عليه والتقريع والتوبيخ لمن يفعله أو يميل بقلبه إليه. طيب الشيخ عبد الله بن حميد، وده في كتاب اسمه أهمية الجهاد لعلي العلياني صفحة 196، يقول ومن أصدر تشريعا عاما ملزما للناس يتعارض مع حكم الله فهذا يخرج من الملة ويكون كافرا. مجرد انه سن تشريع ده كده يكفر ويصير خارج من الملة. احنا بدأنا نجيب من الناس اللي تعتبر معاصرة أو ماتوا من فترة وجيزة خالص فعاصروا القوانين الوضعية، وتجدهم لا يقولوا أصلا ألفاظ الاستحلال أو الجحود. في تفسير المنار لرشيد رضا، مشهور محمد رشيد رضا، يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. يقول والآية ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فإنه يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الإيمان ولا ما يدعيه من الإسلام. وبيقول كده الناس دي كدابه، لما يقولوا على نفسهم مسلمين يبقوا كدابين، لان طب انت مسلم وبقول لك تعالى الى الكتاب والسنه، ليه بترفض وتقول لي لا القانون؟ دي اصلا دلاله على عدم رضاهم بشرع الله سبحانه وتعالى. طيب ويقول اسماعيل الازهري ايضا في تحذير اهل الايمان عن الحكم بغير ما انزل الرحمن، ده كتاب في صفحه 80، يقول من ظن ان هذه الشريعه الكامله التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة، اللي بيظن أن الشريعة الإسلامية دي ناقصة تحتاج إلى قانون وتحتاج إلى دخول أهواء البشر، تمام، وتحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، فهو كمان ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر غير رسوله. وبقول لك اللي حطوا القوانين دول كأنهم بيؤمنوا أن الرسول لا يكفي وحده بل لابد من رسول آخر يبين ويكمل لنا الدين. تمام. ثم قال وكل من ظن أن